السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ورد سؤال وهو: جمع من العلمانيين والحداثيين ومن لفهم يقولون إن علماء المسلمين لا يزنون الأحاديث بالعقل ولا يعرضونها على قواعده، وإنما يقبلونها بمجرد ما يصح عندهم سندها وإن كانت مضامينها مخالفة للعقل، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأمر تجاوزه المسلمون من زمان بعيد، وتخطوا هذا الأمر إنجازا وبحثا وتقويما، وبنوا في ذلك طبقات من المادة المعرفية، ووضعوا في ذلك قواعد، ونشأت في ذلك مذاهب، ووقعت فيه التناقشات، وكتب فيه ما كتب، وتراشق الناس فيه بالجدال والنظر والبحث، وكل ذلك مسطور مكتوب. ولعل الذي يطرح مثل هذا السؤال أو يورد مثل هذا الخاطر لم يطرق أذنه يوما ما يسمى عند علماء الشريعة بمسلك العرض. هذا المسلك الذي هو من ناحية دلالته جنس، ويندرج تحته جملة من الأفراد التي تنطوي تحته، من ذلك العرض على القرآن، الثاني العرض على أصول القرآن، الثالث العرض على الأصول الثابتة المقطوع بها في الشريعة، الرابع العرض على الأدلة العقلية، الخامس العرض على السياق. وهذا عام يشمل الحديث ويشمل القرآن. العرض على الصفات النبوية، الإمامة والفتوى والقضاء، العرض على القضايا العقدية. كل هذه الضروب من العروض درسها المسلمون وبحثوها وكتبوا فيها وتناقشوا فيها وصنفوا فيها ما صنفوا، مما لا يمكن لمن شد طرفا من علم الشريعة أن يكون جاهلا به. ولنبدأ بذكر هذا الذي ورد في السؤال، وهو أن المسلمين علماء المسلمين يقبلون الأخبار بمجرد صحة سندها، وهذا أمر باطل، بل هذا يصادم قواعد بناء المعرفة في الدين. ولا أدري من لم يطلع على هذا الأمر كيف يمكن أن يتحدث في الأمور الشريعة التي تعد خفية ومستورة. هذا أمر معروف عند المسلمين، لا يجادل أحد من علماء الأمة أن العقل إذا عارض الحديث أنه لا يعمل به. لم يقل أحد يوما ما إن العقل إذا قضى برد الحديث أنه يقبل، بل أدرج هذا فيما يدرس في علوم الحديث، وننقل من ذلك نصوصا لأهم من كتب في هذا العلم، ثم ننقل الأمثلة على ذلك ليعلم. الآن يجب أن تعلم الآن ما هو معلوم بالضرورة في الإسلام، أن تعلم وتستدل عليه. ننقل أولا كلام من تكلم في هذا الأمر، ثم نعقبه بعد ذلك بالتنزيل. هل هذا الذي في هذه الكتب منزل ومعمول به، وأنه أصبح مسلكا وطريقا وموازين، أو لا؟ هذا كتاب
الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام. هذا جمعت فيه هذه العروض كلها بالتفصيل الذي يناسب حجم الكتاب. ولنبدأ بهذا الذي فيه الاستفسار، وهو العرض على الأدلة العقلية. قال المؤلف: من المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن بالضرورة. قال ابن الصلاح: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. وهذه قاعدة، يقول المؤلف، وهذه قاعدة يجب الأخذ بها والاهتمام بمقتضاها، كما صار على ذلك علماء المسلمين وأئمة الهدى الفقهاء من أهل السنة، ومن قبلهم الصحابة والتابعون. قال ابن حجر: ومنها أي القرائن الدالة على الوضع ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. قال ابن الصلاح: وروي عن علي بن المديني قال: ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. إذا رأيت الحديث يباين المعقول. ثم ذكر جمع من أهل العلم ما به يعرف الحديث الموضوع أيضا، فكان مما ذكروا أمور منها ركة المعنى، مخالفة الدلائل القطعية من الكتاب والسنة أو الإجماع القطعي، مع تعذر الجمع بين ذلك الحديث وما خالفه. ثالثا مخالفة لجريان العادة في النقل. رابعا إفادة مضمونه لأجر كبير في فعل حقير أو وعد شديد في أمر صغير. خامسا مخالفته للحس والمشاهدة ودفعهما له. سادسا مخالفته لمقتضى العقول. وفي ذلك يقول الجلال السيوطي في أبيات أولها: الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالمي بحضور إلى آخر الأبيات. إذن فهذا كلام علماء المسلمين، وأنت ترى أنهم كلهم قد قالوا بأن العقل ركن في وزن الحديث. وهؤلاء جميعا من علماء الآثار والأخبار. وجاء الأصوليون من بعدهم فقرروا نفس الكلام. المحدثون قالوا والأصوليون من بعدهم قرروا نفس المعنى. فننقل من ذلك ما به يتبين المراد فقط، لأن النقول في ذلك كثيرة. قال إمام الحرمين: فأما ما يقطع بكونه كذبا وهو متنوع، فمنه ما يخالف المعقول ضرورة أو نظرا، ومنه ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة، وهذا يتفنن فنونا، إلى أن قال: كل خبر يخالفه حكم العادة فهو كذب. من الذي بقي من علماء المسلمين الآن؟ المحدثون قالوا هذا الأمر وقرروه، الأصوليون أكدوه، الفقهاء يعملون به على مراتب وعلى وجوه. من هم هؤلاء العلماء المسلمين الذين لم يدخلوا العقل في هذا الموضع؟ من هم؟
إذا كان المقصود بعلماء المسلمين حملة الشريعة والنظار من علماء الفقه والحديث فإنهم كلهم قد اجمعوا على هذا الأمر. فإن سأل سائل عن هذا الأمر هل هو معمول به؟ فلنبدأ الآن ونسأل هل هذا الآن يطرحه من علم بنية الشريعة وعلم حقيقة مضامينها؟ هل يطرح مثل هذا السؤال؟ انظر يا فتى إلى علم الكلام، وانظر قيمة العقل أين نزلت فيه، وهو أخطر موضوع. ما الذي منح للعقل في هذا الأمر؟ أين انتهى سلطانه وأين وضع؟ في موضوع الإلهيات، في مواضع الربوبية، فإنهم قد جعلوه محكما في 3 أمور: في الثبوت والإثبات والحقائق. ولا توجد أمة في الأرض سبقت المسلمين إلى إدخال العقل في الأمور العقادية أبدا. لم يصل أحد من الأمم إلى هذه المرتبة نهائيا، لم يسبقهم أحد إلى هذا على وجه الصحة. وانظر مثلا ماذا يفعلون في الصفات، انظر كيف ينظرون إلى الأسماء، كم من مذاهب أنشئت وكلها تعتمد النظر العقلي. انظر كيف يريدون القادر والمريد والعالم والمتكلم، انظر كيف يريدونه. ما الذي أعطوه للعقل في هذا الميدان؟ في مقام الثبوت مذاهب، في مقام الإثبات بهذه الصفة إذا ثبتت مذاهب، في مقام وضع الحقائق مذاهب. عندما تذهب مثلا إلى كلمة مريد أو قادر أو عالم أو متكلم تجد أن هذه الحقيقة تستنزف الطاقة العقلية لأولئك بطريقة فيها نوع من المبالغة ونوع من بذل الجهد على أقصى. وهذا معروف لا ينكره إلا من يعاند الحقائق. ولم تسبق أمة الإسلام في الوصول بالعقل إلى هذه المرتبة إطلاقا. ومن عنده شيء من ذلك فليبينه. أمة دخلت بعقلها في أمور الربوبية بهذا النوع من الحرية ومن التوسع ومن استعمال أسوس العقل 3 بكل حرية. يجيء العقل يقول علماء المسلمين لا يستعملون العقل ولا يعرضون أدلة على العقل. العقل ركن عند المسلمين في كل ما يأتون وما يدرون، لأن دينهم مبني على قوله تعالى أفلا تعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أقسام 3 من العقل يستعملونها في الألوهيات: الجواز، الوجوب، الاستحالة. في الألوهيات أنه أخطر موضع في الوجود يمكن أن يقتحمه الإنسان بنظره وعقله هو هذا، وقد بالغوا فيه الذروة. فنشأت المذاهب وتفرعت المصطلحات ووضعوا مسالك ووسعوا ما وسعوا وبحثوا ما بحثوا على تباين في أمور كثيرة بينهم. ثم ننزل مرة أخرى إلى الأحاديث. ها نحن قد التفتنا إلى هذه الجهة فوجدنا فيها العقل قد أعطي سلطانا عاما في هذا الموضوع. نعم، قد يخالف في ذلك من يخالف ويعارض من يعارض، ولكن الواقع لا يرتفع. المسلمون هذا ما وصلوا إليه، هذا ما انتهوا إليه. أعجبك أو لم يعجبك، اتفقت معهم واختلفت معهم، نحن نتحدث عن الواقع. اسم واحد من أسماء الله أو صفة من صفات الله تعالى تجد فيها 5 مذاهب 6 مذاهب في طبقات من البحوث والاستدلالات المختلفة. ثم يجي الإنسان ويدعي بأن
ننزل مثلا إلى وزن الأحاديث، نأتي ببعض النماذج التي تعرف بها أن العقل سلطانه كان معتبرا ومقدما عندما يظهر أن له الحق في بناء الحكم في محله. نأتي ببعض النماذج فقط، ببعض ما تيسر في هذا المقام. من ذلك ما نقل عن جماعة من إنكار حديث إنما خيرني الله في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالنبي استمر في الاستغفار لهم، ولما قيل له إن هذه الآية من عندك قال إنما خيرني الله. كلام طويل عندهم في هذا الباب، بعضهم حكم على هذا الحديث بأنه موضوع. قال ابن حجر واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه إلى آخره. هذا المثال الأول. المثال الثاني ما ذكره أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص في كتابه أحكام القرآن عند تفسيره قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخره، قال زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر وأن السحر عمل فيه، فرد هذا الخبر. المثال الثالث قول الشاطبي وكلامه عن حديث صوم الولي عن وليه، قال إن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي والمعنوي فلا يعارض الظن القطع. ومنه رد بعض الناس ما ورد في حديث افتراق الأمة على 73 فرقة. ومنه ما أنكره ابن تيمية في قوله في حديث معروف سعيد بن منصور من كلمة يرقون بدل يكتوون في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال ابن حجر وزعم تقي الدين ابن تيمية أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقيا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والنفع مطلوب، وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه وتم التوكل ينافي ذلك إلى آخر ما ذكره. وأنكرت طائفة حديث ذبح الموت ودفعته، واستشكل القاضي أبو بكر بن العربي هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل لأن الموت عرض والعرض لا ينقلب جسما. وأنكر عمر بن عبد العزيز حديث فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع إلى آخر الحديث. وقال عمر بن العزيز كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة؟ هذه نماذج مما عمل فيه هؤلاء بعقولهم، وقالوا إن مضامن هذه الحديث العقل يرفضها. وهذه فقط أمثلة، ومن طلب الكثير من هذا فسيجده. هذا هو العرض على العقل، والذي مضى عليه العلماء لم يكتفوا بالعرض على العقل، بل فيهم من طلب أن لا نكتفي بالعقل بل لا بد أن نعرض على القرآن، وفيهم من لم يكتفي بذلك بل قال لا بد أن نعرض على الأصول العامة للشريعة، وفيهم من لا يقبل ذلك وقال لا بد أن نعرض كل حديث ورد على قضايا العقائد وغير ذلك من الأمور التي وضع المسلمون موازين ومعايير لمعرفة صحة الخبر. أمة انتهت إلى أن تبني طبقات من المادة العلمية
وأنشأت مذاهب ومضت على هذا المسلك، مسلك العرض، وبنت به ما بنته. يمكن أن يجهل شخص منها هذا الأمر وهو معلوم ومعروف عند جميع المسلمين. هذا ما يتعلق بالعقل. أما إذا خضنا في عرض على القرآن والعرض على أصول الشريعة والعرض على قضايا الاعتقاد فهذا فيه كلام طويل جدا استغرق ما الكلام الذي سيق في هذا الموضوع نحو من 60 صفحة في هذا الكتاب. 60 صفحة خصصت لهذا الموضوع بإيراد المذاهب التي فيه، وإيراد المادة العلمية التي عمل فيها بذلك، ومناقشة هذه المذاهب التي لم يتفق عليها، والأدلة التي ساقها كل طرف على مذهبه. وهذا كله منجز مسطور في كتاب المسلمين. المسلمين لم يكتفوا بالعرض على العقل، بل تخطوا ذلك بمراحل وبنوا طبقات من الموازين ومن المسالك. هذا الموضوع لو أننا اشتغلنا به وأردنا أن نعرض جميع هذه الأنواع من العروض فإن ذلك يحتاج إلى ساعات، وربما يحتاج إلى أكثر من ذلك، لأن الذي اطلع على ما سطر في هذا الموضوع يعلم المادة المعرفية الكثيرة التي سطرها من تقدم من أهل العلم فيها. والمسلمون تجاوزوا هذه الأشياء كلها ودخلوا مرحلة أخرى من الوضع، وهو وضع القواعد لهذا الذي تثمره العقول في حالة ما إذا وقع هذا الأمر في الحديث أو في النص. أنت تعلم أن الإنسان ينظر في حديث ثم يظهر له فيه هذا الذي ذكر من عدم المطابقة، لكن هذا الأمر الذي يقع في نفس الإنسان أو في عقله يحتاج إلى أن يوزن بميزان جديد لمعرفة مصدره. ولذلك وضعت قوانين في هذا الموضوع، من ذلك قانون الدفع. النفس عندما يأتي الحديث ثم إن النفس تدفع ذلك، تدفعه ولا تقبله، يسأل عن العلة، لأن الدفع فعل نفسي وهي معلولة لأمر ما مستتر. أن لا يمكن للنفس أن تأتي وتدفع الشيء وبجانبك إنسان آخر جاءه نفس الحديث ولم يقع له هذا الدفع. لا بد أنه يوجد شيء ما، توجد علة ما يجب أن نبحث عنها في هذا المقام. الدفع فعل وإن علته. هل هذا الدفع لهذا الحديث، أنت مثلا جاك الحديث ودفعته بمزاجك بطبعك، قلت هذا الحديث لا يعجبني، هل هذا الدفع علته المزاج النفسي؟ هل علته الحقد؟ ربما يكون أيضا من الحقد على الدين، حقد على أحكام الشرع. هل الجهل بالمعنى؟ هل هو أمور عقادية فاسدة أو هو أمر علمي؟ قد هذا سؤال. الدفع للحديث بالنفس أسبابه متعددة، ولا بد إذا كان هذا الشيء قد وقع النفس تفسر عن علة هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الثاني التمييز. ما معنى التمييز؟ أنك تقول بأن هذا الحديث مثلا لا يصح. سيسألك السائل: بماذا عرفت أنه لا يصح؟ هل عرفته بضرورة عقل أو بنظر أو بوهم أو بشيء آخر؟ بين لنا، ميز لنا درجة هذا الدليل الذي بنيت عليه هذا الحكم، لأنه إن كان بضرورة العقول فلا يمكن فيه الاختلاف، إن كان ذلك بنظر قوي فلا بد أن يكون المخاطب ممن سيدرك هذا الأمر، فإن كان هذا لأسباب نفسية أو مزاجية أو ما شابه ذلك فلا بد أن ينكشف هذا الأمر. إذن فتمييز مرتبة
هذا الشيء أيضا هذا لا بد من وضع هذا لمعرفته. الأمر الثالث قانون الرد والنقد. قانون الرد والنقد، لا تستطيع أن ترد شيئا وتنقضه إلا بالطريقة التي تقضي بذلك. فالشيء قد تنقضه بالوهم، ولكن الشيء له حقيقته، وما به ينقض لا بد أن يكون يناسب نقده. إذا كنت ستنقض أمرا عقليا فلا بد من دليل عقلي، وإذا كنت ستنقض أمرا شرعيا أمرا عاديا فلا بد أن يكون بطريقة تناسبه. قانون النقد والرد. أنت مثلا تأتي وتقول هذا الحديث منقوض بكذا، ولكن أرى المادة التي نقضتها بها لا يمكن أن تكون ناقضة له، والمادة التي رددت بها لا يمكن أن تكون موجبة لهذا الرد. فلا يمكن أن تقول كلاما دون أن تتعرض لهذا الميزان. الأمر الآخر هو قانون التثبت. فلا بد أن نعلم أن نتثبت من هذا أن الذي قلته فعلا موجود في هذا المقام. الأسوس والمعنى لا بد من البحث عنه لنعلم هل هو موجود أو مفقود. الخامس قانون اللزوم. فإن الفصل والوصل كثيرا ما يقع فيه الوهم، فبطبيعة الإنسان أنه في بعض الحالات يفصل بين شيئين بالوهم، ويجمع بين الشيئين أيضا بالوهم، فيقرأ نص الحديث، فالحديث بحكم طبع نفسه يقع فيه هذا الأمر بالوهم. فلذلك نسأله عن قانون اللزوم هل طبقه ولم يطبقه. بأي شيء عرفت أن هذا ينفصل عن هذا أو أن هذا يتصل بهذا؟ بأي قانون؟ هل هو بأي شيء؟ هل هو بالعادة، بالعقل، بالشرع؟ بماذا عرفت هذا الأمر الذي تذكره؟ السادس قانون الاستشكال. لأن البعض يأتي إلى الشيء فيستشكله، ومعلوم أن هذا يحدث في النفس بأمور معروفة: عدم الفهم، توهم التعارض، أو وجود التعارض. المهم هو أننا سنبحث في هذا الاستشكال هل هو حقيقي أو هو فقط متخيل. وهكذا قانون النقد، وقانون الانفصال عن اللغة، وقانون الغوص عن أصول الأشياء، وقوانين الخاصة التي تتعلق بكل جزئية على حدة. أنت الآن سوف تقول لي هذا الحديث لا أراه صحيحا، ثم أقول والله عندك الحق، لا يا ولد. بعدما تقول صحيحا يجب أن نعرضك على هذه الموازن والقوانين، وعندئذ سينكشف لنا هل هذا الذي أتيت به من جهة العقل أو أنك أتيت به من جهات أخرى تتعلق بعقيدتك في الإلحاد، عقيدتك في بغض الدين، نفسيتك المضطربة، أمور كثيرة. فإذا صفى لك أن هذا الأمر عقلي أهلا وسهلا، ولكن كن على يقين وبالجزم أن جميع الآن الذين ينتقدون الأحاديث التي ثبتت ولم ينكرها من تقدم من العلم هي في مرحلة الأمزجة النفسية. لا يوجد أي مستند عقلي لهذا الذي يقوله هؤلاء. أقصى ما يمكن أن يكون في ذلك هو مسائل محتملة حسنت بحسب الطبيعة النفسية. هذه القواعد وضعتها من أجل أن نناقش بها من الذين يقولون بأن الحديث فيه خلل. نسأل عن علة الدفع، وعن شرط التمييز، ثم نسأله بعد ذلك عن قانون اللزوم، ثم نسأله عن قانون الانفصال،
ونسأل عن قانون الاستشكال، ونسأله عن قانون إدراك المعاني إلى غير ذلك من القوانين العلمية التي لا يمكن أن تزول عن الإنسان لأنها متعلقة بطبعه. ومثل هذه القوانين أزلية يمكن أن ترفع. بمجرد ما تفكر يغلب عليك النفس أو الخوف أو الشهوة أو كذا، أو ربما تنظر بعقلك. لكن نريد أن نعلم هذه المادة ما هو نسبها، من أين جاءت، كيف أنها صدرت منك. وهذا ولهذا أهل العلم الآن لما رأوا بأن هذا الإنتاج الذي يكون في هذه الأمور اختلط فيه النفسي مع العقلي، تريثوا كثيرا حتى يتميز عندهم ما هو من جهة النفس والمزاج والأحوال الأخرى النفسية، وما هو من قبيل العقل الصافي الخالص. كن على يقين أيها الحدثي والعلماني أنك لو نزلت إلى ساحة المعقولات، لو نزلت إليها بصدق، ووقع بيان المرجعيات العقلية والفكرية الصافية النقية، وخدمت هذا الدين بهذه المسالك العلمية الدقيقة، سوف تجد كثيرا ممن تسمونهم بالفقهاء وبرجال الدين وما شابه ذلك من التسميات بجانبك. ولكن الذي يظهر هو عدم وجود القدرات العلمية والقدرات الفكرية عند من يخوضون في هذا المقام. انزلوا إلى الساحة، قدموا الأدلة العقلية الصحيحة لنرى ما الذي سيحدث. لا تنظروا بأن الفقهاء دراويش مساكين لا يفكرون لا يفهمون، لا، يستطيعون أن يضعوا علوما اقتضاها الزمان، سيضعون قواعد، سيضعون مناهج. قد تكون هذه المعارف موجودة ويضعون لها الأسماء إذا فقدتها، أو قد تكون غير موجودة فينشئونها، وهذا يجب أن يعرفه الجميع. أما أن يأتي إنسان ويتكلم بمزاجه النفسي ويقول والله يوجد في كتب الحديث حديث لا يمكن أن تقبله لأنه يخالف الأمزجة النفسية توزن بها الحقائق. لو وجدت أن أباك كان يأكل الصراصير ستأكل الصراصير، ولو أن وجدت أنهم كانوا يحتفلون بأكل العقارب لكنت تأكل العقارب ولا تجد في نفسك أي شيء من هذا الإنكار. وكذلك الذباب وكذلك هذه الأشياء مستقذرة. هذا هو الميزان العقلي، هذا هو المعول عليهم باش يبنون المعرفة العقلية. الذي ما زال مثل الصبي يزين الحقائق بالأمزجة النفسية ويرجع إليها، هذا الذي سيقرأ الحديث، هذا الذي نرجو منه أن يكون في مقام هؤلاء القوم الذين مضوا وحكموا العقل بتمامه. الإنسان ما زال مثل الصبي في مداركه ومشاعره، ويجي يقول لك والله هذا الحديث لا تستطيع أن تقرأه أمام أمك. ليش ما تقرأ أمام أمك؟ ليش ما تقرأ أمام أمك؟ شنو المانع تقرأ أمام أمك؟ حديث فيه حكم شرعي وورد فيه ما يبين فعلا معين له حكمه، لما لا تقرأ أمام أمك؟ والله إنه فيه كلام خديشة عند من؟ من وضع هذه المعايير؟ الحسن والقبح من أين يأتي؟ من أين يأتي الحسن والقبح؟ من الذي سيضع القبح ميزانا نزن به الشرع؟ للناس قبائح باختلاف ثقافاتهم وبلدانهم، وللآخرين محاسن باختلاف قبائلهم، وهذا عنده حسن وهذا عنده قبيح. إحالة الدين على هذا الأمر يعني أنه لعب وله. المطلوب ممن أراد أن يتكلم أن ينزل إلى ساحة المعقولات وينزل برنامجه العلمي ويضع القواعد والمرجعية العقلية التي إليها محكمة، إما أن يكون لك بأدلة مجردة وإما أن يكون ببراهين عادية. وحينئذ كل أرباب العقول سيناقشون وسيبحثون وسيريدون ما عندهم من معارف، وستجد الغوص عند أرباب هؤلاء الذين تراهم دراويش. ولا تنسوا أن الفقه مما يعين على التفلسف. نعم، لأنه بطبعه ينمي هذه الملكة
في النفس. وهذا إنما أتينا به موجزا مختصرا، وإلا فإننا لو تعرضنا للعرض بتفاصيله ومذاهبه وما أنجز فيه سوف تجد الأمر أكبر من أن يجهله من ينتمي لأمة لا يعرف حتى ما هو من ضرورية ثقافتها ومعرفة دينها. إذن خلاصة الكلام أن العقل تجاوز المسلمون وضعه ركنا، تجاوزوا تعريفه، تجاوزوا العمل به، تجاوزوا إعطاء سلطانه حيث يعطى له سلطانه، تجاوزوا ذلك إلى وضع أمور أخرى من ورائه، العرض على الأصول، العرض على القرآن، العرض على السياق، العرض على الصفة النبوية، العرض على العقائد، العرض. خبر الواحد الذي يظن البعض الآن أنه جاء ليقول للناس إنكم لا تعرضونه على العقل، عارضه المتقدمون على ما هو أضعف من العقل وأدنى منه في المرتبة، وذلك معروف مشهور بنيت عليه مذاهب. مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى مذاهب المتكلمين ماذا يقولون في خبر الواحد؟ انظر مثلا إلى الحنفية كيف ينظرون إلى الخبر الواحد، المعتزلة كيف ينظرون إلى العقل في الإسلام، ثم يأتي ما زال يحبو في معرفة بسيطة ويقول إن العلماء أن مسلمين، هكذا شيء أن كلمة العلماء الآن ما بقتش تصرف لهم مساكن، محتاجين أنك تعطيهم إشارة باش يكونوا علماء. ستلزم عند المناقشة العقلية الصافية بأن تقر بسلطان هؤلاء في المعقولات والمنقولات، ولا أن يكتشف الإنسان مسألة واحدة ترقي الإدراك وترقي المعرفة وتنفع البشرية في الوعي العلمي أفضل 100 مرة من أن تكتشف المجرات وأن تكتشف ما لا يمكن أن يرجع عليك بأي وعي ولا بأي تكوين ولا بأي قوة نظر ولا بالقدرة على بناء المعرفة عند الحاجة إليها. هذا باختصار ما أقوله في هذه الليلة، وعلى ثقة بأنه لو نزل القوم إلى ساحة المعقولات على الوجه المطلوب وكانت الأمور فيها على سداد ورشد ولم يقصد بذلك الأذى، لأن المقصود بهذا الكلام كله غير الأذى. مثلا الإنسان تريد أن تؤذيه فتضرب مقدساته وأنت على قطع بأن هذا الشيء ما هو إلا من باب النكاية، أنك تنكي المسلمين. بالله عليك وش هذا إنسان يذهب إلى شيء مقدس عند أناس معينين ويثيره من أجل أن يؤلمهم؟ جبن كبير، جبن كبير. إذا كان الإنسان لك غرض فيه فواجهه، فلماذا تذهب إلى هذه الأمور التي هي في الحقيقة أمور مقدسة للملاهي والملايير ديال الناس وتجي تطعن فيها؟ زعما شنو المقصود؟ قالوا لك هذوك الناس أصحاب هذا الدين يا رجل انزل معنا إلى المعقولات ووضع لنا المرجعية العلمية ونحن معك. أما أنت تأتي وتقول المسلمون إنما يقبلون الإسناد وأنهم ليس خبر واحد عندهم زوار، لا دوك دراوش مساكين لا يعقلون ولا يفهمون ولا يفكرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. من نظر في المذهب الحنفي وعلم قوة النظر فيه والتفت إلى المتكلمين والتفت إلى المعتزلة ونظر في الفقه المالكي ونظر في منهج العلل عند الشافعية سيعلم أن من قال بأن العقل قد أبعد سلطانه من الإسلام فهو كذاب. لا توجد أمة أعطت للعقل هذه المرتبة. قبل أن يظهر الآن ما ليس معقولا، قبل أن تظهر الفوضى، قبل أن تظهر العبثية، قبل أن لا يكون أي معنى، كان الذين تولوا إعطاء القيمة للعقل هم المسلمون. والبعض يقول المسلمون ليس لهم عقل. ما هو العقل؟ ما هو العقل؟ الذي يستطيع أن يفهم وينتج وفق ما فهمه علما جديدا يكون به ضابطا له مسيطرا عليه متمكنا فيه، هذا ليس عقلا. كان يكون هاد الناس ديال إذا كان الإنسان عنده خلاف مع طبقة معينة فليحاربها
لا أن يأتي إلى أحاديث نبوية وإلى القرآن ويلعب به ويستخف به. لا عنده شي حاجة مع شي طبقة يشير إلى ما يختص بها ويبتعد عن دين المسلمين. المسلمون لا يستعملون العقل، ولا المسلمون لا توجد أمة أعطت للعقل ما أعطت لها الأمة الإسلامية، بل صرحوا في كتب الكلام بأن من اتبع شخصا دون أن يعلم بالدلائل القطعية أنه نبي مرسل فإنه منافق كذاب، وصرحوا بتحريم اتباع من لا تقوم الأدلة القطعية على صدقه. كلهم صرحوا بهذا. من لا تعرف صحة حقيقته ولم تطلع على حالته يحرم عليك اتباعه. والظاهر ابن حزم على ظاهريته يصرح بهذه الحقيقة التي أجمع عليها أهل الإسلام. العقل، المسلمين يستعملون العقل. العقل أم الأدلة وأبوها، ولكن ما هو العقل؟ كيف نعرف أن هذا الذي تقوله معقول؟ هذا هو الذي انتقل إليه الكلام والوضع. ولذلك إذا أردنا الآن أن نناقش، لن نناقش هذه المسألة البديهية عند المسلمين، هل المسلمون يستعملون العقل؟ هذه مسألة بديهية وكل من شد طرفا من علم الشريعة يعرفه. الأمر انتقل إلى هذا الذي تنتجه هل هو عقلي؟ هذا هو الذي سيسلط عليه الكلام، والذي يقطع به أن جميع هذه المقاطع التي سمعتها اليوم في هذا الموضوع كلها من مرتبة النفس، ولا توجد فيها رائحة التعقل نهائيا. كلها في مرتبة المزاج، كلها في مرتبة الخواطر، كلها في مرتبة التحسين والتقبيح النفسي، كلها في أمور تافهة، ولا تكاد توجد فيها شيئا من الضرورية العقلية أو من الضرورية النظرية أو مرتبة من مرتبة المعقول التي نعتبرها نحن في شريعتنا وديننا وعقيدتنا. أتحدى إنسانا أن يأتي بحديث واحد فيها هذا الأمر ولم يتكلم عليه من سبق. أتحدى أن يأتي بشيء يخالف العادة أو يخالف العقل قطعا، ثم بعد ذلك نقبله. نحن أول من سيكفر به وأول من سيزيله. لكن الأمور الآن فيها نوع من الانتفاع، بعض ينتفع من الشرق والبعض ينتفع من الغرب، وضاعت حقيقة العلم بين هذين الصنفين. هؤلاء يلعبون بالدين وهؤلاء يهجمون على الدين. ولا بد من البحث عن وضع منهج جديد علمي دقيق يمكن أن يعول عليه في هذا الباب. لا بد من المصير إليه. هذه القوانين ستطبق على كل ما يصدر من شخص يتكلم في الحديث، ثم بعد ذلك سيأتي ما هو أدق من هذا. وهذا الذي ذكرته من هذا الكتاب إنما هو بعض ما كتب فيه، وحقيقة يجب أن يقرأ كله لمعرفة ما فيه من رسالة، وكان هذا لا يسمح به الوقت. قد يأتي سبب آخر فنغوص في أعماق هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. هذا ما نقوله جوابا عن هذا السؤال. وعلى كل حال أوجزت فيه القول أن هذا أولا نحن نعلم أن هذا لا يعتني به أحد، ولست في زمن المعقولات حتى تقحم نفسك في الغوص في أمور حتى لو قلت لا تفهم. ثم إنك لا تجد من تخاطب، ثم إن هؤلاء الذين تخاطبهم أصلا ليس غرضهم أن يبنوا العلوم العقلية، بل غرضهم معروف، وهو أن يهدموا بعض الأمور التي تتعلق بالدين. يا رجل، حاب أنك لا تؤمن بدين أليست له حقيقته؟ كيف تمسخ حقيقة دين آمنت بها أو لم تؤمن بها؟ له حقيقته الموضوعية، والعقل يقتضي أن لا تكذب.
أن لا تكذب، حتى الشيء الذي تكرهه له حقيقة، آمنت به أو لا تؤمن به، يجب عليك أن لا تبدله وأن لا تغيره وأن لا تكذب. قل الأمر كما هو، سواء آمنت به أو لم تؤمن به، هذا هو ما تقتضيه العقول. على كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أن نعود لهذا الأمر إن اقتضى الحال ذلك لتفصيل المقال فيه. وإذا أراد هؤلاء أن يعرضوا هذه الأحاديث على هذه القواعد، نحن مستعدون أن ننظر فيها بمقتضى القواعد العقلية الحقيقية، متخطين هذه الحواجز النفسية التي وضعوها، لنصل إلى عمق الأشياء نستخرج مضامنها. وأعيد هذا القول وأكرره: إن هذا الذي قالوا في هذه الأحاديث إنما هو من أمور النفسية، وليست الأمور النفسية لنفس سليمة، وإنما هي لنفس مقيدة بأغلال الاستهزاء والاحتقار والحقد ومحاولة الآخرين مع أمراض أخرى ثقافية وفكرية ومعرفية. ليتها كانت نفسا عادية. وإذا أراد الإنسان إذا قام أن نشرح هذا ونضعه على بساط النظر فأهلا وسهلا، فلنضع الأمور ثم نبحث عن علالها ثم عن مآخذها ومضامنها، وهنا ستنكشف الحقيقة بعد هذا الفعل إن شاء الله تعالى، وسنكشف للناس أن كل ما يقال من ذلك كذب، وأن لا شيء مما يقولونه معقول نهائيا، وأن كل هذه الافتراءات على علوم المسلمين دراويش يسلمون الحديث بمجرد إسناده، وأنهم الناس تخطوا أمور خطيرة، والحنفية ردوا عشرات الأحاديث على ما أعتقد بالنظر العقلي، والمالكية مثلهم في أصولهم إذا لم توافق الخبر، مثلا قضية عمل المدينة مثلا. ما معنى هذا؟ معناه أن هؤلاء ترقوا مراتب عالية قبل أن تأتي أنت بهذه الخزعبلات التي تسميها النظر العقلي. وأي عقل بعده، وأي فهم، وأي مخلوقات. لا يكاد الإنسان ينفصل عن العقل في أدنى مراتبه عقل السبيل. اكتفي بهذا القدر. الآن نرجع لهذا الموضوع مرة أخرى. هذا الكتاب اسمه الإحكام في المراقي الموصلة إلى الإحكام، ففيه تفصيل لهذا المسلك الذي يسمى بالعرض. أما هذا ففيه العرض الذي بعد الاستنتاج، وهذا على كل حال لم يطبع، وكان نسأل الله أن يوفق لنطبعه، لأنه أمر اجتهادي فقط وليس فيه نقول. نكتفي بهذا القدر.